السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة طاسة يوم الجمعة. يعني ايه طاسة يوم الجمعة؟ يعني طاسة فطار يوم الجمعة. الطاسة دي انا بحبها جدا جدا، وبستناها من الجمعة للجمعة عشان اعملها. بجد خطيرة، مشبعة، طعمها حلو جدا. مكوناتها ان شاء الله موجودة عندنا في البيت. تابعوا معايا الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بلايك وشير، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طاسة حلوة كده، ننزل فيها بمعلقة من السمنة تسخن معايا. انزل فيها بقطعة واحدة من اللانشون، قطعتها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، ونزلت بيها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده نزلت عليها بالبيض. يعني من بيضتين ل4 بيضات، ممكن تحطي بيضتين، ممكن تحطي 3، ممكن تحطي 4. حابة بقى لو الطاسة بتاعتك كبيرة وعدد الأفراد عندك أكتر وعايزة تكتري، مفيش مشكلة. هدي النار خالص عشان نبتدي ننزل بباقي مكوناتنا، والبيض لسه ما استواش. مهمة جدا الخطوة دي، انا عايزاها تاخد وقتها على البيض، واغطيها كمان، وعقبال ما البيض يستوي تكون الحاجات اللي انا هحطها من فوق دي ساحت. هعمل طاستين مختلفتين بس طعمهم خطير، اختاري بقى طاسة منهم. انا دلوقتي بعد ما نزلت بالبيض هديت النار خالص عشان البيض ما يلحقش يستوي مني، وبدأت افرفت عليه جبنة قريش. جبنة قريش كده مش هتفرق معايا بقى حادقة او عدبة، مفيش مشكلة خالص. طبعا البيض اللي نزلت فيه كان عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود، خلي بالكم من التكات البسيطة دي. تمام. بدأت بقى ان انا بعد كده عندي دي ممكن تبقى موتزاريلا، ممكن تبقى جبنة اسمها جبنة شيلان. بتدي برضو نفس طعم الموتزاريلا كده، ونفس مطة الموتزاريلا. طبعا دي ممكن تكون مش معروفة لانها جبنة سوري شوية، بتتجاب من عند السوريين بس. فممكن تستبدليها بموتزاريلا، هتبقى تحفة تحفة تحفة. لو حابة تضيفي رشة رومي مفيش مشكلة خالص. انا هنا برضو كان معايا جبنة كيري، خدت معلقة من الجبنة الكيري ونزلت في النص بالظبط. هي طبعا لما تسيح هتنتشر في الطاسة وهتعمل لي من فوق. يعني بصوا اهي، عايزه اقول لكم الوصفه دي انا عملتها بالليل، اتعشيت بيها وافتكرت ان هي حلوه جدا ولازم اقولها لكم. فالصبح ان شاء الله اول ما صحينا الصبح زي يوم الجمعه كده، عملتها. ودي بتبقى طاسه كل يوم جمعه، بتبقى حلوه جدا، مش بتحتاجي بقى تاكلي اي حاجه جنبها. الاكله مغذيه ومشبعه وجميله جدا جدا، فيها كل حاجه. اخر حاجه نزلت بيها هي الجبنه الكيري. بدأت اغطي على الطاسه، لازم الطاسه بتاعتك تتغطى كويس علشان البيض يستوي من تحت ويسيح لي الجبن من فوق. زي ما قلت لكم، لو حابين تدوها رشه جبنه رومي مفيش مشكله. عايزه اقول لكم بصوا يا جماعه، بصوا البيض مش لازق خالص، والطاسه تكون مش بتلزق عشان يقدر ينزل معاكي قرص من تحت، عباره عن قرص بيض عليه قرص لانشون، والجبن اللي انت بتحبيها من فوق. دي الطاسه الاولانيه اللي انا عملتها معاكم. وهعمل معاكم دلوقتي طاسه بطعم مختلف. انا بس ايه، بمسك الجبنه، بس الجبنه ساحت خالص اهي، بوزعها بس عشان ما تبقاش كلها في حته واحده. طبعا بيبقى صعب شويه انك توزعيها والبيض لسه ني، انك هتبهدلي الدنيا خالص. بس لمجرد ما البيض بيمسك نفسه بتبقى معاكي الطاسه ما شاء الله تحفه. بصوا خلاص بقى مفيش بيض، ومفيش بيض يعني ني، والقرصه نفسها بتاعت البيضه مسكت نفسها. تمام. اغطي عليها كده ثواني، ونرجع بقى نغرفها ونعمل النوع التاني اهو كده. خلاص بصوا بقى الجبن ساحت، والله الله على جمالها. افتكروا كده شكلها في الساندوتش، الله بتبوظ جبن كده وحاجه كده خطيره، بجد حلوه قوي اهو، ما شاء الله تحفه. وهبتدي بقى اجيب طبق وابتدي انزل بالطريقه الاولى بتاعتنا. تعالوا نعمل بقى الطريقه التانية. الطريقة التانية بس اختلافها في 2 مكون فقط لا غير، لكن تقريبا كل الخطوات زي الخطوات الأولى بالظبط. الطبقات بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، الله تحفة يا جماعة. دي سمنة، السايح ده سمنة مش بيض، مش محدش يفكر ان البيض ني وده بيض، لا دي سمنة. تمام اهو. انا حتى لقيتها كتير فخدت باقي السمنة دي، نقصتها حطيتها في الطاسة تاني، حتى هتلاقوا باقي الجبن اللي هي البيضة دي، ونزلت عليها كمان بقطعة سمنة صغيرة. وهبتدي بقى اعمل الخطوه التانية،
اهو برضو نفس قطعة اللانشون اللي انا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، افردها وابتدي ان انا اجيب 2 بيضة بس، 2 بيضة اهو، وضربتهم بملح وفلفل اسود، وهبتدي ان انا انزل بيهم برضو على اللانشون. اهدي النار خالص عشان لما اضيف المكونات بتاعتي البيض ما يعملش القرص بسرعه، فما الحقش احط الجبن فالجبن ما تسيحش. طيب كانت في خطوه انا نسيت اعملها في الطاسه بتاعتنا دي. المفروض بعد ما تنزلي باللانشون تنزلي على اللانشون قبل البيض بالطماطم والفلفل دي، بس انا قلت مش مشكله لما ادام البيض لسه ما مسكش نفسه مفيش مشكله خالص، بس لما الطماطم والفلفل بيتلسعوا مع اللانشون بيبقى طعمهم افضل. دي كده ايه شهاده للامانه يعني. تمام. نزلت بقى بالطماطم اهو، وهنزل كمان بالفلفل الاخضر. طبعا دي طاسه لوحدها سبيشيال كده، فنزلت بيها بقى بفلفل احمر، فلفل اخضر حامي، اللي طالبها عايز الطاسه دي تبقى حاميه، عشان كده انا حطيت له فلفل اخضر حامي. لو حابه تضيفي فلفل رومي تزودي قيمه غذائيه مفيش مشكله خالص. تمام. ادي الفلفل اهو، وهبتدي نفس الخطوات اللي عملتها في الطاسه التانية اعملها هنا برضو، اللي هي ايه، اللي هي برضو ان انا هجيب جبنه قريش وابتدي افرفد جبنه قريش من فوق خليط البيض. طبعا الجبن ما بتاخدش وقت خالص وبتكون جاهزه معايا وزي الفل، اوام اوام بتستوي اهو. ادي قطعه الجبنه القريش، مش كتير يعني اقل من نص قطعه، ربع قطعه جبنه قريش كده اهو. بس شايفين الجمال، تحفه بقى يعني. الجبنه القريش مع الطماطم ومع الفلفل حاجه كده خطيره، لونها حلو قوي. دي طبعا الجبن اللي انا قلتلك ان هي ممكن نستخدمها بالجبنه الموتزاريلا، تمام، عشان تديني مطه حلوه كده وانتي بتقطعي بتاكلي في سندوتش. الله على جمالها وحلاوتها. حابين بقى تشيلوا اي خطوه من دي حاجه اختياريه. في ناس ممكن ما تحبهاش بالطماطم، في ناس ممكن ما تحبهاش بالموتزاريلا، تقول لك لا، في ناس تحبهاش باللانشون. اي خطوه عايزه تشيليها هتشيليها الا خطوه البيض، لان البيض ده اللي بيعمل لي القرصه اللي بتبني عليها كل الجبن اللي انتي بتحطيها. ودي طاسه يوم الجمعه طبعا هغطي عليها، ودي الجبنه برضو السايحه اهي. ممكن تجيبي جدا بدل الجبنه الكيري دي، ممكن تجيبي جبنه مثلثات وتقطعيها صغنن كده وتفرفطيها على الوش، لما تسيح هتديكي برضو نفس النتيجه، هتبقى بجد تحفه جدا جدا. هغطي عليها طبعا نار هاديه خالص لحد ما تبقى معاكي زي الفل. بصوا اهي البيضايه مسكت نفسها اهي، شايفين الجمال والحلاوه. بيتزا يا جماعه، مش بيض، ده بيتزا لذيذه جدا جدا. طاسة يوم الجمعة اتمنى تجربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.